بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة الكلام مختلف خالص. رز بالكبد والقوانص وفراخ مشوية على أصولها، تتبيلة، يعني بصراحة من الآخر. عندنا هنا فرخة، وعندنا كاتشب ومستردة، وعندي ليمون وربع فنجان زيت، ملح وفلفل وبهارات شوي وبابريكا مدخنة. التوابل دي يا جماعة مفيش اي اضافات يعني تتحط بعد اللي انا حطيته ده، ومية بصل وكوباية زبادي صغيرة. يبقى هقول تاني: معانا فرخة، كاتشب ومستردة، زبادي، ليمون وربع فنجان زيت، بهارات شوي وبابريكا مدخنة وملح وفلفل ومية بصل. مش بصل، بحط مية بصل. خلاص تمام كده. هخلط المكونات على بعض. التتبيلة دي يا جماعة روعة في منتهى الجمال. هتجربوها يعني هتعشقوها، مش هتبطلوها. احسن تتبيلة للشوي. بعصر الليمون على الزبادي ومية البصل. اخلط بقى كل المكونات اللي عندي على بعضها عشان تاخدي احلى تتبيلة شوي. بصراحة كده يعني حاجة جميلة، ولازم كاتشب ومستردة اساسي في الوصفة. اساسي فيها الكاتشب والمستردة، بينقلوا الفراخ في حتة تانية. المستردة بالاخص كمان بتدي طعم جميل جدا في الشوي للتتبيلات وكده. بجيب الفرخة بتبلها كويس جدا، وبحط من تحت الجلد وجوه زي ما احنا عارفين. فرخة بتبلها حلوة قوي قوي. طبعا بتتبليها يا من قبليها بليلة، يعني بالليل، يا إما مش أقل من 4 ساعات الفرخة دي بتقعد تتبل في الخلطة بتاعتها. خلاص كده أنا تبلت الفرخة وتمام التمام. هركنها على جنب دلوقتي، وهبدأ أشوف أنا هعمل إيه في الرز. عندي الكبد لوحدها والقوانص لوحدها، والاتنين متقطعين. طبعا احنا عارفين ان القوانص بتاخد وقت في التسوية عن الكبد. فالاول بحط شوية زيت يسخنوا، وبنزل بالقوانص، لان هي بتاخد سوى يعني شوية عن الكبد. نزلت بالقوانص كده، طبعا بشوحها في حبة الزيت اللي انا حطيتهم. بيتشوحوا كده شوية، مقطعاها صغير كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. وعندي هنا شوربة عشان اسقي بيها الرز. خلاص القوانص كده اتشوحت، بحط لها نص كوباية مية بس تستوي شوية، لان سواها بيبقى صعب حبة يعني، بتحتاج تستوي. بعد ما تشرب المية بحط الكبد، وببدأ اشوح الكبد كمان مع القوانص. خلاص كده هما اتشوحوا خلاص. بشيلهم في طبق لوحدهم مؤقتا كده لحد اما اشوف هعمل ايه في الرز. انا هعمل الرز يا جماعة في نفس الحلة دي وفي نفس الخلطة دي، لان انا عايزاه لونه بني. هزود شوية زيت واحط البصلاية اللي احنا عصرناها وخدنا منها المية للفراخ. تمام كده، احنا ما بنرميش حاجة. حطيت البصل بس انا عايزاه مجرد ان هو يدبل، يعني لونه بس يتغير. خلاص كده في نفس المكان وفي نفس الخلطة، بإذن الله تاخدوا أحلى رز بالكبد والقوانص. خلاص كده اتدبلت البصلة عندي. هبدأ بقى أحط عود قرفة وحوالي 5 وحدات قرنفل، واستنى كده لما ريحتهم بقى تطلع. ريحة البهارات اللي أنا حطيتها دي تطلع كده وتبقى حلوة. هبتدي أنزل بكوبايتين من الرز. كوبايتين من الرز المصري المغسول عادي، مش منقوع ولا أي حاجة. اهم حاجة بقى في الخطوة دي ان انتي تقعدي تشوحي الرز كتير مع السمنة، عشان يطلع مفلفل ويطلع حلو، ما يطلعش معجن، يطلع معاكي مظبوط. قعدت اشوح في الرز كده كتير جدا، يعني حوالي مثلا 10 دقايق اقلب فيه، وهديت النار. وبقى تمام التمام اهو، ياخد ريحة البهارات ويبقى زي الفل اهو يا جماعة. الرز معانا بعد ما تشوح خلاص كده. هبدأ انزل عليه بالكبد والقوانص اللي انا كنت حطاها بتاعتنا، واقلب فيه برضو. خلاص كده بحط الشوربة
وبظبط السوى عادي جدا بتاع الرز بتاعنا. احط بقى شوية ملح وخلاص كده. خلاص كده الرز خلص معانا خلاص. فاضل ان هو بس يتشرب وبعدين اوطي عليه واحط الشياطة. البطل بقى معانا النهاردة هو الشواية دي. الشواية دي يا جماعة بديل الشوى على الفحم، بتديكي نفس النتيجة ونفس الطعم كأنك شويتي على الفحم بالظبط. انا بعشقها بصراحة، بحبها جدا. بتعملي ايه؟ بحط ورقة فويل عشان ما اللي بينزل من الفراخ ما يلزقش، وشرايح ليمون وعود روزماري زي ما احنا شايفين كده، وبسيبها تسخن على النار. وبحط شوية مية عشان الفرخة ما تنشفش وتبقى جوسي كده وحلوة في التسوية. هحطها على النار دلوقتي واسيبها تسخن الاول، وبعدين ابتدي احط الفراخ خطوة بخطوة كده. الدنيا ماشية صح ومظبوط، وهتاخدوا احلى فراخ مشوية. خلاص كده معايا الفراخ. ملاحظة هامة، لما احط الفرخة تتشوي احط الاول على الناحية اللي فيها الجلد، ما احطش على الناحية اللي فيها العظم. هو ده الشوي المظبوط. خلاص حطيت الفراخ وغطيت بالغطا واسيبها تتشوي، وهتاخدوا منها احلى فراخ مشوية ان شاء الله. كده تمام، حاجتي مظبوطة وخلصنا كل حاجة. والرز طالع روعة مفلفل وجميل جدا. والله يعني مش هتندموا لو جربتوا الوصفة دي. وكل سنة وانتوا طيبين. بصراحة ربنا يعني أكلة كأنك قاعدة في مطعم وأحلى كمان. كل سنة وانتوا طيبين. ولو عجبكم الفيديو ادوني لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتحياتي ليكم.